وكل مرة بتتجدل فيها خصلة شعر بتبلش حكاية ما بتنكتب بالحبر، بتنكتب بالأصابع والصبر والذاكرة. هي مو مجرد تسريحة، هي جدولة، أو بالفصحى مثل ما بتنقال طفيرة. في الثقافة الكردية الجدولة أو بالكردي كزي مو بزينة، هي أثر حي يمتد من الطفولة للفرح وللحزن وحتى لساحات القتال. في البيوت الكردية كانت الحكاية تبلش من هون، ومشط وطفلة قاعدة بصمت ووراها أصابع بتنسج أول جدولتين بحياتها. ما كان الأمر مجرد ترتيب للشعر، كان طقس صغير بيدخلها لعالم كبير. هذه بري وري بودكرن تعولي. سابقاً البنت من هي وصغيرة كانوا يعملوا لها جدولتين، ولما تكبر كانوا يعملوا 4 جدايل بكل جهة. كان هذا هو الستايل وقتها. زينة الشعر موجودة من زمان، مو مثل هلأ السشوار والتسبيل. زينة الشعر موجودة سابقاً ومو مرتبطة بالوقت الحالي. سابقاً كانوا يعملوا للبنت 4 جدايل بكل جهة، وأنا ما لاحقت هالشي، بس أمي كانت دايماً بتحكي لنا إنه بكل جهة من شعر البنت يعملوا 4 جدايل، وكانوا يعملوا غرة الشعر لما يكون في مناسبة أو عرس، هيك كانوا يعملوا. أختها كيفك با، أختها دعوتك با وريدكرن. بين جدولتين و8 جدايل كانت سنوات العمر بتنشاف ما بتنعد. كل مرحلة إلها شكلها وكل عمر إله جدولته. وبالمناسبات كانت الجدولة تتحول لمساحة للزينة. قبل كنا صغار وشعرنا كان قليل، لهيك كانوا يعملوا لنا جدولة، وبعد ما الوحدة بتكبر بالعمر كمان شعرها بخف، لهيك كمان بتعمل جدولة. وقتها لما كانت تنعمل الجدولة كانت تنحط شرايط ملونة أو قطع من الذهب، هيك كانوا بيعملوا. شرايط ملونة، ذهب صغير يلمع وكأنه الشعر نفسه بيحتفل. ما كانت الزينة بس مظهر، بل إعلان بسيط، نحن هون نفرح ونعيش. في الأعراس تكتمل الصورة، فساتين ملونة، خطوات متناسقة، ودبكات تمتد وكأنها ما رح تنتهي. وبهذا المشهد تتحرك الجدايل مع الإيقاع، ترتفع، تنخفض وتتمايل وكأنها بتشارك في الفرح. الجدولة هون مو مجرد تفصيل صغير، هي جزء من الذاكرة الجماعية. كل جدولة تحمل أثر من أم لبنتها ومن جيل لجيل تاني. بس مثل ما بتفرح الجدولة فهي كمان بتحزن. لما كان بيموت حدا غالي والكلمات والدموع ما كانت بتكفي، كانت السيدات تقوم بما هو أكبر. في الأحزان لما يتوفى حدا قريب كانوا يقصوا جدائلهم ويرموها على جثمان الميت ويسرحوا شعرهم، هيك كانت العادة، وهلق ما عاد إلها أثر، وهالشي منيح. لما بتنقص الجدولة يعني إنه في شي انكسر من الداخل، جزء من الجمال بيتقدم كوداع. الجدولة اللي كانت تنعمل للحياة تنقص مشان الموت. ومع الزمن تغيرت الحكاية. الجدولة ما ضلت فقط زينة ولا بس طقس اجتماعي، صارت موقف في الشارع، في الاحتجاجات. صارت الجدولة فعل غاضب، رسالة بتقول أنا بقرر، هاد شعري وهاي كرامتي. بس بمكان تاني كانت الجدولة بتكتب معنى مختلف تماما. في المعارك، في المعسكرات، وفي الخطوط الأمامية ظهرت الجدولة كجزء من صورة المرأة الكردية المقاتلة. ضفيرة مشدودة نازلة على كتف بتحمل سلاح. هون ما ضلت الضفيرة مجرد جمال، صارت قوة، إصرار، هوية، وعلامة بتقول أنا امرأة وبقاتل، أنا أنثى وقوتي مو تناقض. المرأة الكردية ما تركت جدولتها وراها، أخدتها معها لكل مكان. من طفلة بجدولتين لسيدة بتوقف في وجه العالم، تبقى الجدولة أكتر من مجرد شعر. هي ذاكرة، هي زينة، هي حزن، هي فرح، وهي أيضا قوة. قوة امرأة تعرف كيف تكون جميلة وكيف تكون صلبة بنفس الوقت. يمكن أبسط خيط شعر
يحمل أثقل حكاية. هاي كانت حكاية الجدولة مثل ما عاشتها النساء ومثل ما حفظها الزمن. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم أنا ليلى حمو في بودكاست ذاكرة الجزيرة.